أنا همومي جهال وترضع دموع، أقضي الليلة لؤلؤ وما يهيدون، أغف بهذا يقعد ذاك ويلوع ويفزون على صوته وما ينامون. أنا همومي جهال وترضع دموع، أقضي الليلة لؤلؤ وما يهيدون، أغف بهذا يقعد ذاك ويلوع ويفزون على صوته وما ينامون. الكبر منهم فطمته وياكل الضلوع، شسوي شلون لو كلهم يكبرون. جنح بي انكسر والثاني مخلوع، وطرد قوة على عناد اللي يكرهون. بس اسمك نهر والماي مقطوع، وانا على الجرف الهث بالعيون. او ان بسكوت موش بصوت مسموع، وانا جروحي علج والواد مسنون. من عرق الفرح من روحي مشلوع، وشتا الحزن الزمان بنص العيون. عش الزغرب يتم ومقمض بجوع، ورضعت الضيم من دون اللي يرضعون. يمرني العيد وانا بثوب مرقوع، وعيديتي جرح عكس اللي يعيدون. وتمنيت الوقت لو يرجع رجوع، انا مسودا وريدا يرجع الكون. بعد اخضر عشقنا وتو مزروع، اجوا ربع بمناجلهم يحصدون. يونس يونس زين عم بحوت مبلوع، انا بحلق الشماتة الماء يرحمون. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قوافي. قوافي اليوم ستكون قوافي نبطية. شاعر من شعراء العراق المبدعين في هذا المجال من ذي قار بالتحديد، كان مشاركا في برنامج شاعر المليون في الإمارات العربية في أبو ظبي. وصل للمرحلة اللي قبل النهائية، سنتعرف عليه لكن بعد فاصل قصير، خليكم ويانا. فلاح البدري من العراق. تحية من الديار اللي فيها عز واثبات، أرض شيب الفلاح زايد الخيرات. أوجهها لبلادي دجلوي فرات. أنا باسم ذي قار ربعي واطلب الفزعات، والما يفزع ما وازيه. أنا عجبتني اليوم الغيرة تبين والما يفزع موازي. أي صح، مو غصب هي. يالله بل الريق وارطب لهاتي، واطلق لسان ما هدر بنمامه. السلام عليكم. شلون الله يحفظك والله بشرك. شلون السفرة كانت؟ سفرة والله الحمد لله ربك ما قصر، يعني اخذنا الكرت الذهبي والحمد لله. ان شاء الله تعوض ان شاء الله تعبنا ان شاء الله. وربك ما ضيعت تصويت العراق وكل الفازعين، وانا اشكر جهودك واشكر والله العظيم. يعني ما ادري شلون فازعتنا ما ادري بك، ما غير الله يسلمك. ان شاء الله احنا نكون في استقبالك، لان انت من سيرفع ان شاء الله علم العراق في شعر المليون. السلام عليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، مثل ما نوهنا ضيفي لهذه الحلقة من شعراء النبط، من شعراء العراق وبالتحديد من ذي قار، شاعر مبدع. رحبوا معي بالشاعر المبدع فلاح البدري. الله بالخير استاذ فلاح. الله بالخير والعافية. شلونك؟ سمير حياك. أمورك؟ أرجو أنه ما تعبناك اليوم وأخرناك. والله استاذ سمير، انت من تقول تعبناك او اخرناك، هذا انا اعتبر عبء اخر علي، لان انتم ما استطيع ان اشكر استقبالكم لي بالمطار شلون كان. نعم. والتكلفه على زملائك المصورين اللي هم الجنود المجهولين خلف الكواليس. هاي أسرة قوافي ديدنها هو خدمة الشعر في أي مكان. حقيقة لكم فضل علي لن أنساه، يعني كدعم إعلامي، يعني من المطار إلى أن وصلت إلى القناة الآن وأنا على قناة العراقية لن أنساه. برنامج قوافي. أنت أستاذ سمير شاعر غني عن التعريف، ومو أنا اللي أقدمك وأعرفك عن الناس الله أو يخليك. أتكلم عن أفضالك للشباب الناشئين بالشعر فعلا. يعني الله يسلمك، بالعكس أنت الآن شلون نقول كحلت عيون الشعر الشعبي العراقي، وخصوصا الشعر النبطي في مشاركتك بهكذا مهرجان وبرنامج خطر جدا. ماكو مجال المجاملات. اللجنة يعني بشهود كل المتابعين والذواقين
هي لجنة نزيهة جدا، تحياتي لهم جميعا، لأنهم الحقيقة يميلون مع النص ومع المفردة ومع الإبداع. تحياتنا لهم، وإن شاء الله نشوف شاعر المليون هو الشاعر فلاح البدري. فلاح أستاذ، نقدر نسمع أول قصيدة كانت لك بالبرنامج، وبعدين نتحدث عن معطيات البرنامج شلون بدأ، بداياتك به، بس قبل أن ناخذ أولى قصائدك اللي اشتركت. حاضر. نسمع. يالله بالله الريق وارطب لهاتي، واطلق لسان ما هذر بنمامه، لفظ الجلالة حد غاية غناتي، ماني بمن يغنيه لفظ الفخامة. وبشروني عقب طول السكات عسى بشاير خير بول غمامة. اما قصر تجويز ما هو بآتي، ولا على الإيجاز وجزى علامة. الصدمة اللي سببت لي شتاتي صديتها في قول برد وسلامة، جتني على غفلة خشوع بصلاتي الصبح بين الفاتحة والإقامة. طراف ليل يسابق فجر شاتي، حزت حليب عشار سروة جهامة في ساعة، وابليس مدبري حاتي، ماني محبل ابليس هاكا الملامة. لا صار ما صريت صدمة حياتي، وكاد حرصي مثل حرصة النعامة. لا هي بكل صدمة تفتت حصاتي، ولا هو بكل مصدوم يثبت قوامه. احرص على كتمانها حرص ذاتي، ما بوح بهل اللي يلف العمامة. قل القلوب المترفات اللواتي، يحده الا البوح كاس المدامة. السر ما صان سوى قلب عاتي، ينبض على ايعاز عقل ابهامه. سوات قلبي خابره من صباتي، لا شاف حوم الموت عده حمامه. قلب بدوي متمسكن في وصاتي، له حرمة تفرض علي احترامه. اذكر نخيت نوبة من وزاتي، واذكر جزالة رد بول كلامه. قلت انتهيت وفي بطينك براتي، قال اكتفيت ولا الكل الكرامة. ظفرت سرك في جدايل بناتي، لبسا عليه حجاب سترة الحشامة. لا يذكر ولا عاد في ذكرياتي، من يوم ودعته اليوم القيامة. اقول يلي قلوبكم مترفاتي، بوحوبهن وركوا عليه الندامة. سلامتكم. صح لسانك، صح بدنك استاذ سمير. سنت يا رائع. بس ليش التسليم للموت مثل الحمامة؟ خوفا من لا انا اقول السر ما صان سوى قلب عاتي. نعم. ينبض على، لان السر ما يصونك القلب فعلا. احنا عندنا بعض لا، الامثال. التسليم للموت شلون لو حوم الموت؟ شوف اقول السر ما صان سوى قلب عاتي، ينبض على ايعاز عقل ابهامه. سوات قلبي خابره من صباتي، لا شاف حوم الموت. نعم. لو شاف حوم حوم الموت عدى حمامه، يعني ما يجي موت، ما يجي خوف. نعم. لو شاف حوم الموت عدى حمامه. قلب بدوي متمسكن في وصاتي، له حرمة تفرض علي جميل احترام. جدا. يعني هنا العاد هي شلون وصلت، لانه جماليه بالصوره كبيره جدا. يعني اذا شفت حوم الموت يعد حمامه. ايه وحسب هنا احنا يعني. ممكن ياخذها المتلقي ياخذها عده، لان غالبا القلب الخائف ما يكمي سر. نعم. هنا بس مفردة العدة مرات تجي يعديها يتركها. لا ما يحسبها. يعني من العدد، من العدد. عدة حمامة يعدة إيه. من الحمام وليس صقر. جميل جدا. فلاح جميل. هاي القصيدة الأولى اللي اشتركت بها. أول مشاركة طبعا. زين، أكو ذكرت مفردة الحليب، حزة حليب عشار سروة جهامة. الحليب عشار شنو اختلاف عنه؟ هذا حليب العشار، عشار البل طبعا. نعم. اللي أول ما ياخذون من عندها ولدها يكون حليبها شنو شحيح طبعا، ما فيها حليب. لكن إذا أراد راعي البل أن يحلبها، إذا أراد أن يحلبها نعم. ما تحلب إلا عندنا في مثل يقول غطاليش ليل حلبة عشرة، يعني بين فترة الأذان والصلاة. نعم. يعني هي راح تهيض قبل لا تهيض البل. الله. تقوم، فإذا ما يلحق عليها قبل لا يخلص الفجر نعم. ما راح يمسكها الصبح. عايش هاي المفردات أستاذ فلاح؟ أكيد عايشة إن شاء الله. ولذلك مترسخة في ذاكرتك وفي حتى في عطائك. لو لم أكون عايشها ما خضت فيها أصلا. نعم. سمير. جميلة جدا. هي المفردات. الشاعر من بيئته يأخذ من البيئة، سواء كان شاعر نبطي أو شاعر شعبي. هاي أولى القصائد اللي اشتركت بها. هذه أولى القصائد اللي اشترك فيها. هي اللي خلتك من دائرة الضوء في برنامج شعر المليون. طبعا شاعر المليون. نعم. كبرنامج
برنامج أنا أعتبره المنبر الأكبر الآن للشعر الشعبي والنبطي. نعم. لأن تخرجت من عنده فطاحلة شعر نبطي معروفين على مستوى الوطن العربي كله طبعا. نعم. ولحد الآن لا زالت مسيرته سليمة، ولحد الآن هذا الموسم السادس ولا زالت اللجنة على نقاوتها، ولا زالت تختار أروع الشعراء. نعم. احنا وجهنا لهم تحية، وجهنا تحية على نزاهتهم وعلى صبرهم. الدكتور غسان الحسن أبو نزار. نعم. والأستاذ سلطان العميمي أبو علي، والأستاذ حمد السعيد، والأستاذ أبو يوسف بدر صفوق، وأبو مشاري المريخي. تحياتنا لهم جميعا. تحياتي لهم جميعا. هاي كانت قصيدتك الأولى أنت كاتبها في العراق واشتركت بها. وهم هؤلاء الخمسة. نعم. في طاولة التحكيم فعلا صنعوا من فلاح نجم كنجم في الشعر النبطي. نعم. هو البرنامج بحد ذاته مو فقط اللجنة، حتى من ناحية يعني من حيث برنامج شعر مليون، إدارة والإخراج والتصوير وكل كفكرة وكصرح يعني برنامج خرافي وفريد من نوعه. نعم. فعلا. لأن شوف برنامج شعر المليون كل موسم يقوم على 4 جولات. نعم. الجولات هو تعرف منك هاي الجولات مثل ما تقول مثل شلون تصفيات كأس العالم. نعم. تصفيات كأس هو التسقيط الفردي. فكانت جولات الموسم هذا أول جولة بالأردن، طبعا هذه نبذة اللي عرفتها أنا عن البرنامج لكوني مشارك. نعم. أول جولة بالأردن، وثاني جولة بالبحرين والكويت، وبعدين أبو ظبي. اختيار المتسابقين. اللجنة طبعا تتحمل العناء والسفر وهذا، وتروح الكل. أنت هذه ال4 جولات هذه شنو؟ تبسيط الوضع على الشاعر، ربما شاعر من اليمن لا يستطيع الحضور إلى الأردن، أو من العراق، العراق لا يستطيع الحضور. شلون كانت مشاركتك أنت وين؟ فأنا كانت مشاركتي بأبو ظبي، وكانت تقبل الدعوات طبعا على النت. وفجأة وأنا على النت ومعاي واحد ابن عمي اسمه فهد صباح، تحياتي له، لأن نعم. هو كان سبب الرئيسي يعني لدخولي بهذا المسابقة. كان يحثني، قلت يا أخوي احنا نشارك، قال شارك. نعم. قلت خير، أرسلنا على الموقع سبحان الله حق البرنامج، تقبلوا الدعوة بدقائق. نعم. اجتك الدعوة سافرت. الدعوة أرسل نص لا يزود عن 10 أبيات أو 15، وأرسل صورة جوازك وكذا كذا. اشتركنا رسميا عن طريق النت. وجتك الدعوة. فجأة أنت طبعا أول ما أجتني دعوة أنا ذهبت إلى أبو ظبي. نعم. وشاركت بأبو ظبي. كان تحسيبي بمشاركتي بأبو ظبي أن إذا خلصت ال3 جولات راح ترجع اللجنة إلى أبو ظبي، ومن بعد الجولة هذه راح تخوضون في جولة 100 وبعدها جولة 8. فقلت أنا أضرب عصفورين بحجر واحد. نعم. أروح لأبو جولة ظبي. 100 شنو 100 مستشار؟ أول استقبال الشعراء على مستوى 4 جولات. نعم. على مستوى 4 دول ومراحل. الاستقبال كان بأعداد هائلة، وما كانوا يمنعون أحد سواء كان رجل أم امرأة. نعم. شاعر شاعرة ما كان يمنع من المشاركة. تعرض نصوصهم تأتي بنصين. نعم. ينعرض لنا نصين على اللجنة. زين. ممكن تقسم للجنة؟ نعم. يعني الأسماء اللي ذكرتها. نعم. شلون كان يعني من على الصورة الشعرية، على وحدة الموضوع، على قوة القصيدة، الحضور؟ كانت اللجنة ما تتعامل مع سمير صبيح كاسم كسمير صبيح. نعم. تتعامل مع نص. إذا صح النص يثبت شاعرية الشاعر. أنا أقصد المسميات اللي ذكرتها. أما إذا كان سمير صبيح يعني من معروف يعني له باع في الشعر ومعروف على مستوى اللجنة، لا يقللون من درجته ومكانته، وهذه بالعكس يزيدونها. لكن الموسم هذا كانوا أكثر المشتركين شعراء، يعني شعراء نجوم شباب، يعني برزت يعني أسماء تمثل فعلا تمثل هذا الموسم. صحيح. هو هذا البرنامج وهكذا حفاوة
وهكذا إخراج وتعب وجهود مضنية. يجب على المشترك أن يكون قد المسؤولية في العطاء في النص، في وحدة الموضوع، في كتابة الصورة الشعرية داخل النص. أنا قصدي من سؤالي، أريد تجاوبني بعد أن أسمع قصيدة، يعني اللجنة كيف مقسمة؟ كيف تقسيم اللجنة؟ يعني من على الصورة الشعرية، من على الوزن، من هكذا بالأسماء إذا تعرفهم حضرتك. طبعا. لكن يعني أنت قبل أن تجاوب، آسف المقاطعة. نعم. احنا الفاصل ما نقدر يقطعنا، ناخذ فاصل ونرجع لك مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وراجع لكم، ابقوا يعني. السلام عليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وعودة